بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عندنا اكله من اكلات العيد. يلا بسرعه احفظيها عندك وسجليها في منيو العيد. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بالف خير. هنعمل النهارده صينيه كامله متكامله من كل حاجه، هتدلعيهم وتفرحيهم وتبهريهم في العيد. تعالى اقولك ازاي تعمليها بخطوات بسيطه وبطريقه حلوه جدا، ازاي تطلع طعمها روعه زي ما هتشوفي دلوقتي الطريقه، ازاي تطلع معاكي خطيره كده وتبهريهم وتدلعيهم ان شاء الله باذن الله ويتبسطوا معاكي. اول حاجه بقى جبت ايه؟ كام حبايه كده من الطماطم، على كام حبايه من البصل، على قرنين فلفل رومي، على قرنين فلفل حراق، وجبت بتنجانيه صغيره ودخلتها بقى في قلب الايه الفرن زي ما انت شايفه كده. وكمان عملت صينيه كفته رهيبه. تعالي نبدا ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وحطي اللايك بتاعك. معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، حطيت عليه بصلايه ضرباها في الكبه. البصله هنا انا مش مصفياها من الميه ولا اي حاجه. حطيت ملح، فلفل اسود، شويه من السبع بهارات اللي هي بهارات اللحمه. حطيت كمان معلقه صغيره من البابريكا، معلقتين من الدقيق، ونزلت عليهم كده بشويه من البقدونس. وطبعا البقدونس هنا اختياري، لو مش حباه تقدري تستبعديه من الوصفه، بس عايزه اقولك بيبقى خطير في قلب الاكل. جبت بقى هنا صينيه وعملت ميكس كده من الخضار، عباره عن طماطم وفلفل وكمان بصل. فلفل رومي وفلفل حراق هيعلوا التست معاكي قوي. لو ليكي في الشطشطه كتري الفلفل الحراق، بس سيبيه بحاله كده عشان في النهايه تاكليه وتتبسطي منه. بعد كده جبت بقى المعلقه وبدات ان انا اصبع الكفته بتاعتي على المعلقه بالشكل دوت كده، واحطها على الخضار. طبعا انا نسيت اقولك ان الخضار حط عليه شويه ملح وشويه فلفل اسود ومقلباهم في بعض. بس وانا بقلبهم ما ضغطتش قوي على ايديا علشان خاطر بس ما نزلش السوائل اللي فيهم، انا مجرد بس ما ملحتهم. فردتهم في قلب الصينيه وهبدا بقى ان انا اصبع الكفته بالشكل دوت كده. بعد ما خلصت الكفته كلها بالطريقه ديت كده، هبدا بقى ان انا احط بقى ايه قرون الفلفل الحراقه كده في وسط الاكل او في وسط الصينيه يعني. جبت بقى هنا سخنت الفرن، والفرن كنت مشغلاه. اول ما بدات ان انا اعمل في الكفته، الفرن على درجه حراره 200، حطيت الشبكه في النص، وحطيت كمان رف من تحت بتاع الفرن بس عليته على النار شويه، ما خليتهوش مباشر على طول. دوت اللي انا حطيت عليه الخضار. جبت ربع كوبايه من الخل، على شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه زعتر، شويه روزماري، توم باودر وبصل باودر. معايا هنا رشه بسيطه من جوز الطيب، وقلبتهم مع بعض كويس جدا. هحط ايه؟ هحط قطع البفتيك، وتقدري تستبدلي البفتيك بالستيك المتوفر عندك. شوفي انت عندك ايه واعمليه. تبلت البفتيك بتاعي وركنته على جنب. جبت بقى معلقه من السمنه، طبعا تقدري تستبدليها بمعلقه زيت لو انت حابه. حضرت بقى معايا هنا حوالي 3 كوبايات كده من الرز البسمتي، وكنت غسلاه كويس جدا ونقعاه قبليها يعني بايه ب5 دقايق كده. نقعته 5 دقايق وبعد كده غسلته. حطيت عليه ورقتين من اللورة وواحدتين من الحبهان، وحطيت كمان معلقة كده من الكركم. تقدري تحطي وحدتين من اللومي وكمان عود من القرفة. قلبت كله مع بعضه، وهستنى لحد ما يتشوح كده معايا شوية، وانزل بالمية. ومقدار المية لكل كوباية رز كوبايتين من المية. نزلت بقى بالملح وهغطيه واسيبه لحد ما يبدأ اللي هو يغلي معايا، وبعد كده هوطي عليه النار عشان يستوي على مهله. معلقة سمنة بقى حلوة كده او مكعب زبدة مع معلقتين زيت في قلب الجريل، ونبدأ اللي احنا نشوي البفتيك بتاعنا. احنا ولا هنتبله بالبيض والبقسماط ولا اي حاجة، احنا مجرد اللي احنا عايزين نسويه كده على الجريل اكنه مشوي. لو عندك فحماية في النهاية هتعلي التست قوي، بس انا ايه ما عملتش بصراحة فحماية النهاردة. لو انت لحد دلوقتي لسه ما صليتيش على الرسول، طب يلا صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وحطي اللايك بتاعك وخدي الوصفة ديت ونفذها لهم في العيد، بجد خطيرة. طبعا انا مهديه الاول، عليت النار، البفتيك اخد صدمه معايا وبعد كده هديت النار. جبت بقى معايا هنا الكبه، حطيت فيها معلقه صلصه طماطم معلبه، وحطيت فيها بقى الايه البتنجانيه، وحطيت الفلفل وكمان البصل بعد ما قشرته، والبتنجان طبعا بعد ما قشرتها. وحطيت حوالي 3 فصوص من الثوم، وهعصر ليمونه. وطبعا ما تنسيش الطماطم بقى اللي احنا حاطينها اصلا مشويه، مجرد اللي انا قشرت القشره الخارجيه بتاعتها وبس كده. ضربت بقى كله في قلب الكبه، وكمان هحط شويه ملح وشويه فلفل اسود. طبعا التتبيله ديت
او سلطة المشويات دي بتبقى طعمها خطير جدا. انا هنا زودت شوية زيت كده عشان يلحلحوا كده الموضوع. طبعا معلقة الصلصة اختياري، لو مش حابة تحطيها ما تحطهاش، بس عايزة اقولك هتخلي الطعم حلو قوي. البفتيك خلاص كان خلص معايا بالشكل دوت كده. لو حسيتي اللي هو لسه ني معاكي ممكن تزوديله حوالي ربع كوباية من المية. غرفت سلطة المشويات في قلب الطبق بالطريقة دي كده، وتعالي بقى نغرف الاكل بتاعنا بعد ما استوى في النهاية شكله عامل ازاي. شوية رز مفلفلين طعمهم حلو جدا، دلعيهم في العيد وبسطيهم كده بأي حاجة عندك. ممكن تستبدلي البفتيك بالسجق مثلا مع الكفتة، أو الكفتة بس مفيش مشاكل خالص. عملت كمان شوية ورق عنب لزوم الحركات، وقلت بقى اللي أنا أعمل لهم صينية كده، اللي هي صينية المشويات، عارفينها اللي بتبقى في المطاعم دي، بتبقى خطيرة جدا. يلا خدي فكرة أو احفظي الوصفة عندك عشان تعملها لهم في العيد، من الأكلات اللي بتكون حلوة قوي أيام العيد. شويه ورق عنب صغيرين كده، ما كملوش ربع كيلو ورق عنب. وطبعا الخلطه احنا عاملينها وشايلينها في الفريزر، فالحاجات دي بتنفع في البيت قوي. كمان كان عندي شويه سمبوسه حمرتهم كده، محشيين نصهم جبنه ونصهم لحمه. والفلفل بقى المشوي اللي احنا شويناه في قلب الفرن، انا ما ضربتهوش كله مع صوص المشويات. وعملت شويه سلطه طحينه. وده كان شكل الاكل بتاعي. الكفته استوت بالشكل دوت كده وكان طعمها خطير. اظن الصينيه بتتكلم عن نفسها. يلا حطي اللايك بتاعك وقولي لي رايك فيها ايه، وهستناكي تجربيها. رصيت كل حاجه حتى كمان البفتيك بالشكل ده. في المرحله دي لو انت حابه تحطي فحمايه، تقدري اللي انت تحطي الفحميه وتغطي عليها شويه، تبقى بطعم الفحم او بطعم المشويات يعني. حطيت بقى كان عندي شويه مكسرات وشويه زبيب، شوحتهم كده على النار شويه وحطيتهم فوق الوش. الله على الجميل. الكفتة سهلة وسريعة وطعمها حلو، ما اخدتش وقت. حتى كمان البفتيك والرز كمان كان طعمه حلو قوي. هسيبك تجربيها. كل سنة وانتم طيبين.